اهلا شباب، اليوم سوف الخص واشرح قصه اولاد الجيران كامله، لكن قبل البدء لا تنسى الاشتراك ووضع لايك للفيديو، ويلا نبدا. في البدايه الارض كانت عباره عن جنه للاطفال، حيث كان لهم الحريه في فعل اي شيء يريدون في اي وقت، لكن يشعر بعض الاطفال بالملل ويقررون اختراع الكبار لتكون وسيله للضحك على سماجاتهم وايضا القيام لهم بالاعمال. لكن شخص يدعى مستر ويجلستين سام من هذا الامر بسبب ما يفعله الاطفال معه، وقرر معاقبتهم. بعدها يتم طرد باقي البالغين من ارض الاطفال. بعدها قرر الكبار صنع اختراع لا يمكن لاي طفل مقاومته، وهو الالعاب، ويجبر الاطفال على القيام بالعمل للحصول على المال لشراء الالعاب. بعدها قرر الاطفال تدمير المصدر الرئيسي للطاقه عند الكبار وهي القهوه، لكن الامر لم ينجح وبدات حرب بين الطرفين، لكن الكبار كانوا اقوى منهم بمراحل وقاموا بتدمير كل بيوت الشجر، ولم يكن هناك خيار اخر للاطفال سوى السفر الى الفضاء. كان الامر جيدا لفتره حتى اشتكى الكبار للاطفال. بعدها تصالح الطرفين وقرروا انشاء مجموعات صغيره تسمى العائلات. بعدها انشا الكبار مدارس لاستنزاف عقول الاطفال ومسح ذكرياتهم لكي لا يعرفوا الطريق الحقيقي لهم، ويبدا العديد من الاشرار في مقاتله ابناء الجيران. ابناء الجيران هي منظمه سريه تتكون من عده قطاعات، ويستخدمون تقنيه سريه لمساعدتهم في القيام بالمهام التي تكون مساعده الاطفال حول العالم. القطاع الخامس هو قطاع ابطال المسلسل الذي يتكون من 5 اعضاء اساسيين، ويكون مقرهم الرئيسي هو بيت الشجره. الكرتون مكون من 6 مواسم باجمالي 78 حلقه. نتعرف على الشخصيات. رقم 1 واسمه الحقيقي نايجل، وهو قائد الفريق. رقم 2 او هوجي، وهو المخترع الخاص بالفريق. رقم 3 كوكي، وهي فتاة محظوظة. رقم 4 وولي، أكثر عضو مندفع في الفريق. رقم 5 آبي، وتعتبر هي الرئيس السني للفريق. ونتعرف على أعداء الفريق وهم الأطفال المبتهجين، وهم 5 أطفال يتكلمون بانسجام تام ويكونون في فريق الكبار ويدعمون خططهم الشريرة. تبدأ الحلقة الأولى برجال الآيس كريم الذين لا يريدون التوقف لإعطاء الأطفال الآيس كريم، ويأتي أبناء الجيران ويستجوبون البائعون ويأخذون منهم كلمة سر المصنع ويذهبون إلى هناك ويكتشفون أن الأطفال المبتهجون هم السبب في ذلك، وقد جهزوا فخ للأطفال الجيران ويصنعون عملاق من الآيس كريم لكنهم يستطيعون ذابته. بعدها نعرف أن مصدر الطاقة الرئيسي في بيت الشجرة هم فئران الهامستر، ويذهبون في إجازة ويتركون المكان عرضة للهجوم، ويستغل الأطفال المبتهجون الفرصة ويجعلون الجدة تهجم على المكان بوحوش صنعت من الطعام، لكن تأتي الفئران وتأكل الوحوش وينقذون الموقف في النهاية. بعدها نرى طفل يدعى مستر بي، وهو شخص بالغ لكن في جسد طفل ويكره مناداته بالطفل، ويستخدم جهاز لتحويل الناس الى اطفال، ولكن اطفال الجيران تستخدم الجهاز ضده ولا يتغير شكله لكنه يبدا في التصرف كالاطفال. بعدها ينضم الاخ الصغير لرقم 2 الى فريق الاشرار لينتقم من اخوه لانه لا يسمح له باللعب معهم، ولكن الاشرار ينقلبون عليه ولكن الفريق يهزمهم ويصاب بالبرد في النهايه. ونتعرف على رقم 274، كان افضل عضو في المنظمه حتى كبر واصبح شابا، ونكتشف ان الاشرار في هذه الحلقه هم والداه. بعدها نرى الاطفال المبتهجون ساموا من هزيمتهم دائما ويذهبون على الاب ويعطيهم سلاح مدمر ويذهبون ويخطفون رقم 1 ويستعملون عليه جهاز العمر لكي يصبح اكبر في السن، وبما انه اصبح بالغ لا يمكن ان يكون عضو في الفريق، ويذهب للعمل كبائع مثلجات. ويذهب باقي الفريق الى بيت الاطفال المبتهجين ويبداون بالقتال معهم للحصول على جهاز العمر. وياتي الاب لكن يرمون عليه الايس كريم ويحطموا جهاز العمر ويعود كل شيء الى طبيعته. بعدها نذهب للموسم الثاني ونتعرف على اخت رقم 5 تدعى كري، ويكون هناك شخص يحاول سرقة افكار رقم 5 وهي نائمة، ونعرف انها كري وتكون متعاونة مع الاب وتعطيهم المعلومات، لكن رقم 5 كانت تسبقهم بخطوة ووضعت مكانها دمية تشبهها. بعدها يذهب الفريق للامساك ببعض المراهقين الذين يسرقون شاحنة مالية بالبودينج، ويحاول الفريق تنظيف الفوضى، ونكتشف ان المراهقين هم في الحقيقة كبار سن ويستخدمون كريم مضاد للشيخوخة، ونكتشف ان زعيمهم هي جدة رقم 2 ويأخذون كل البودينج لدار المسنين. بعد ذلك يقوم رقم 2 بعمل تجربة لكنها تفشل وتحوله الى مراهق عن طريق الخطأ، ويقابل اخت رقم 5 ويقع في حبها، لكن هذه تكون من احدى خططها حيث كانت تريد تدمير بيت الشجرة ويأخذوها الى السجن، وهي في الطريق يتصل بها الاب ويقول لها ان كل شيء يجري على ما يرام. بعدها نرى العميل رقم 86 وتكون فتاة مزعجة ذات منصب عالي في المنظمة، وتذهب الى بيت الاطفال المبتهجون وتلقي القبض على شخص كانت تعتقد انه الاب، لكن في الحقيقة يكون الرقم 362 وهو قائد المنظومة باكملها، وكانت تتسلل لمعرفة خطط الاطفال المبتهجون. ويبدا رقم 1 في المعاناة مع صديقته ليزي لانها دائما تكذب عليه، ويقوم الاطفال المبتهجون بخطف الاطفال وربطهم في الملعب. وياتي الفريق لكن يكون الاطفال المبتهجون لديهم وحش مصنوع من الكيك، ولكن تاتي ليزي وتنقذ الوضع في النهايه وتتصالح هي ورقم 1. وبعدها يذهب الفريق الى الفضاء ويكون معهم اخت رقم 3 موشي، وتلقون نداء استغاثه من السجن، ويكون صاحب النداء هي كري، ونكتشف انها كانت رقم 11 في ابناء الجيران، وتبدا رقم 5 في قتالها وترسلها في مكوك الى الارض. وبعدها يتم ايقاف رقم 1 عن العمل بدون سبب ويجب محو ذكرياته. الرقم 86 للقبض عليه وتاخذ بيت الشجره، ولكن رقم 1 يستطيع الهرب ويذهب الى اخ رقم 2 ويطلب منه صناعه صاروخ فضاء للحاق بهم، ولكن عندما يصل يجد انه تم مسح ذكرياتهم. وتبدا رقم 86 بمهاجمته ويكتشفون رساله تحتوي على دعوه لعيد الميلاد الثالث عشر لرقم 274، وهذا يعني انه لن يكون ضمن اطفال الجيران لانه اصبح مراهق، وتفصيله رقم 86 لكنه ياخذ تومي كرهينه ويطلق القاعده الى الشمس، لكن الفريق ينقذ الوضع ويتم اعاده ذكرياتهم. وبعدها يتعاون رقم 274 مع كري
بعدها نرى رقم 3 تحقق حلمها، وهي تكون مهووسة جدا بالقردة الملونة، واكتشف مكانها شخص يدعى مستر موجل، وقام بتعيين رقم 3 للعثور على القردة الملونة. وتذهب رقم 3 لجزيرة القردة، ولكن السيد موجل يقبض على القردة الملونة لكي يبيعها للصغار، وتستعمل رقم 3 سلاحها السري وتحرر القردة. بعد ذلك نرى رقم 4 يذهب مع والده للعمل، ويسمع مدير الشركة ويقول أنه سوف يرسل الفتيات إلى كوكب بلوتو، ويحاول إيقافه، ويجد رقم 3 هناك أيضا، ويساعدون الفتيات ويكسرون الصاروخ. ونتعرف على ليزي صديقة رقم 1. وتستخدم خوذة للتحكم في عقله ليقضي معها بعض الوقت، ويحاول باقي الفريق إيقافه، ولكنها تجبره على البقاء معها. وعندما يرى فاتورة العشاء تنكسر الخوذة ويرجع طبيعيا. يكتشف الفريق بعدها مكان يسمى النقطة يتحول فيها المراهقون إلى رجال، ويقرر الفريق اقتحام المكان، ولكنهم يجدون مكان ساحة تزلج عادية. ولكن رقم 1 قد جهز السلاح بالفعل ليدمر المكان، ويحول المراهقين بيت الشجرة إلى ساحة تزلج بدأ على المكان الذي تم تدميره. بعدها يقرر الفريق أن يقوموا بصنع كيكة، ويذهبون إلى الفضاء ويجدون كيك ضخمة وحولها كويكبات، فتكون هذه خطة من الأب لتدمير الآيس كريم في العالم كله. وتمكن الفريق من تدمير الكيك قبل أن يحدث أي شيء، ولكن الأرض تمتلئ بالآيس كريم. في الموسم الثالث يتم إرسال الفريق إلى مهمة لإنقاذ صديقتهم في الفصل ليونا التي تم اختطافها من قبل الأطفال المبتهجون، وتم نقلها إلى مكان سري. وذهبوا وجدوها تكبر في السن بسرعة، وتقول أنهم يجب أن يأخذوها إلى ينبوع الشباب، ويذهبوا للبحث عنها ويدخلوا في معركة مع الأطفال المبتهجون، لكنهم يسقطون في الينبوع ويتحولون إلى الأطفال. وتذهب ليونا للينبوع وترجع طبيعية مجددا، لكنها تنقلب عليهم وتحول الفريق إلى أطفال، ويأتي الأطفال المبتهجون ويدمرون المكان. وتخرج ليونا من الينبوع وتتحول إلى كبيرة في السن مرة أخرى، ولكن نكتشف أن لديها ينبوع سري في المدرسة. بعدها نذهب للمقر الرئيسي للمنظمة في القارة الجنوبية، ويرسل أحد الأطفال نداء استغاثة، ويذهب الجميع ما عدا رقم 2 وأخوه وفتاة صغيرة، ويهجم الأب على المقر لكنهم يستطيعون إيقافه. ونلاحظ الشبه بين الأب ومستر وجريستين. بعدها يقوم الأطفال المبتهجون بعمل عيد ميلاد وجلب أكبر كيك في العالم، وقرر الفريق استخدام البيض لإيقافهم، لكن البيض يفقس. ويذهب أبناء الجيران لبيت الأطفال المبتهجين ويقاتلوهم، وتصنع الكتاكيت رجل عملاق ويهزم الأطفال المبتهجين. بعد ذلك يتخرج تومي ويصبح عضو في المنظمة، ويهجم الأب عليهم ويحول كل شيء إلى حيوانات ما عدا تومي، ويهرب ويتحول معظم الأشخاص في المنظمة إلى حيوانات، وينقذ تومي رئيسة المنظمة، ولكن رجلها تحولت لرجلين قرد، ويتحول حتى الأطفال المبتهجين إلى حيوانات. ويقول تومي للأب أن يتوقف، لكنه ينزعج منه ويضربه، لكن يستخدم تومي جهاز يحول الأب إلى حيوان. بعدها يذهب ويكسر جهاز الأب ويرجع الجميع إلى طبيعتهم. بعدها يقرر تومي الانسحاب من المنظمة وأن يصبح بطلا بمفرده. في الموسم الرابع نرى رقم 13 وهو أسوأ عضو في المنظمة وحظه دائما سيء. بعدها يذهب رقم 2 لكري ويبدأون في القتال، ويظهر تومي لكنها تجبرهم على غسل أسنانهم لأنهم خائفون من تنكرها. بعدها نلتقي بموريس رقم 9 ويكاد أن يكمل 13 سنة، ويتم إيقافه ومسح ذكرياته. ويقول رقم 1 أنهم يجب أن يراقبوه لكي يتأكدوا أنه لن ينضم إلى الأب، ولكن يتم اختطافه من قبل كري. وتذهب رقم 5 لإنقاذه، ولكنه يقول لها أنه ما زال عضو في المنظمة ولم يتم مسح ذكرياته، وأنه هنا لكشف مخططات الأب. في الموسم الخامس تستقر رقم 362 من القيادة، وتضع تحدي لمعرفة من سيتولى القيادة بعدها، ويكون التحدي صعب جدا، ويستطيع الأب أن يتخطى التحدي ويصبح رئيس المنظمة، ويقوم بتحويل بيوت الشجرة إلى بروكلي، ويستخدم طاقتها في القضاء على الأطفال حول العالم. لكن تأتي رقم 362 وتعطيه درسا قاسيا وتسترجع منصبها. ونذهب للموسم السادس وهو أفضل المواسم، ونتعرف على قصة رقم 0. نرى الكثير من المصانع في بريطانيا، ويكون الأطفال يعملون فيها، ويسيطر عليهم شخص يدعى الجد، ويستطيع طفلان الهرب، ويجدون كتاب ويعرفون تاريخ المنظمة وكيفية استخدام التقنية السرية التي تعرف باسم 4 في 2، ويسمي نفسه رقم 0 ويجمع فريق ويدمر جميع المصانع. نرجع للوقت الحاضر ويعيد الأب الجد الشرير، ويبدأ في تحويل الجميع إلى زومبي، ويتحول معظم أبناء الجيران إلى زومبي ما عدا رقم 1، ويستخدم جهازه يعرف من هو الرقم 0، ويكتشف أنه والده، ويستخدم جهاز آخر لإعادة ذكرياته، ويأخذه ويذهب للأب ويكتشف أنه أخوه، مما يعني أن الأب عم رقم 1 والجد هو جده الحقيقي. ويأخذ رقم 0 جهاز الذكريات ويعيد ذكريات الأطفال المبتهجون، ويكتشف أنهم كانوا فريق مفقود منذ فترة طويلة وتم غسل أدمغتهم من قبل الأب. يرجع أعضاء الفريق إلى طبيعتهم ويدمرون مقر الجد، ويعود العالم كله إلى طبيعته. ويتعرف الجميع على قصة رقم 0. في الحلقة الأخيرة نرى أن الفريق تم استبداله، ويرجعون للمنزل ويجدون الأطفال المبتهجون ويجهزون الفخ لهم. ونرى رقم 74.239 وهو من أحد علماء المنظمة، ويقول لرقم 1 أن عليه الذهاب إلى الفضاء لإنقاذ الكون، ويمكن أن لا يستطيع العودة مجددا، ويودعه والداه. ونعرف أن والدة رقم 1 تقول العميلة رقم 999، ويودع أصدقائه ويعطي نظاراته لرقم 5 ويعينها كقائد مكانه. وهذه هي النهاية. 私の名はキラヨシカゲ、年齢33歳。自宅は森王町北東部の別荘地帯にあり、結婚はしていない。仕事は亀有チェーン店の会社員で、
毎日遅くとも夜8時までには帰宅する。タバコは吸わない。酒はたしなむ程度。